الحب هو الإجابة الأخيرة على كل التساؤلات. الحب هو الجراحة الناجحة لكل القلوب. الحب هو كلمة السر وروعة السحر ومنبع النور. بعيدا عن كلمات الدكتور محمد طه من كتابه الخروج عن النص، وبعيدا عن عم لطفي لبيب وهو عامل أسامة منير، أحب أعرفك يا شقيق بالسلسلة الجديدة على القناة، وهي سلسلة الحب في السينما المصرية. في جملة شهيرة بتقول إن السينما هي مرآة المجتمع، وأنا من خلال الجملة دي هحاول أجيب لك فيلمين من أزمنة مختلفة ونعرف في الزمنين دول شكل الحب كان عامل إزاي. هل الحب ثابت ولا بيتغير بس بالحكايات والقصص، ولا الحب بيتغير أصلا من جذوره تماما؟ عاوز أعرف إجاباتك ورأيك في الكومنتات يا شقيق. ويلا نخش على أول فيلمين معانا. سنة 2003 بينزل فيلم غير معتاد على شكل أفلام السوق المصرية في هذه الفترة، ورغم غرابة الفيلم وغرابة موضوعه الفيلم ده بينجح جدا وبيفضل عايش معانا لحد النهارده، وهو فيلم سهر الليالي. فيلم سهر الليالي يا شقيق انت بتشوف فيه جراحة درامية أقرب للحقيقة في العلاقات بين أي اتنين متجوزين في هذه الفترة، ولذلك انت بتشوف في تتر الفيلم صور للعلاقات دي. الراجل المخرج اللي هو هاني خليفة بالمناسبة ما ضيعش وقته ولا وقتك في انه لسه هيعرفك على الشخصيات، لا هو انت هتعرف من التتر ان منى زكي مرات فتحي عبد الوهاب، وحنان ترك كانت في علاقة مع خالد أبو النجا، وبعدين هتنقل على أحمد حلمي زي ما عامل لك بالدايرة الحمراء في الصورة كده. المهم يا شقيق انت بتدخل ألبوم الصور ده من التتر، بتدخل في علاقات ناس متجوزين في منهم شبهك أو شبه المتجوزين في سنة 2003، وهنا بتبدأ تشوف لغة الحب في العلاقات كانت عاملة ازاي في الزمن ده. بس قبل ما تعرف اللغة دي كان لازم تامر حبيب المؤلف وهاني خليفة المخرج يدوك هنت عن كل علاقة كانت ماشية ازاي، ويدوك هنت عن كل شخصية في العلاقة دي عامل ازاي، ويدوك هنت على المفك اللي هيفشخ العلاقة دي. يعني مثلا فتحي عبد الوهاب خايم وبيري مراته بتسمع خيانته ليها في التليفون. عمرو وفرح مثلا باين ان احمد حلمي من قعدته كده جنب فرح على الكنبه عايش حياه مش حياته، متكتف بيعمل حاجات مش على طبيعته. يعني مثلا بيكلم حماته في برنامج تلفزيوني عشان يصيطها وكده، والراجل ملوش في الكلام ده، عشان كده لما فرح هتنكد عليه هيتقفل وينزل يقعد مع خالد صاحبه. علي ابن الناس الكويسين مراته مشيرة مش مبسوطة بحياتها معاه، وبتعرف انت كمتفرج عدم سعادتها مع علي من كلامها بس مع اخوها علي. ورغم كل المفكات اللي في العلاقات دي يا شقيق البيوت ماشية تمام زي كافة البيوت المصرية، ماشي الدنيا حتى لو الدنيا دي بتغلي جوه صفيح ساخن. طبعا انت فاكر اني نسيت سامح وإيناس، شريف منير وعلا غانم، لكن عيب عليك يا شقيق لما تشكك في ذاكرتي. الفكرة كلها ان احنا هنركن سامح وإيناس دلوقتي. المهم ان دلوقتي الدنيا تمام وأبطالنا كلهم سعداء في علاقاتهم وفي جوازاتهم، لحد ما بيجي لحظة مروحهم عيد ميلاد ملك بنت خالد وبيري، وعشان تشوف مشهد ما قبل الانفجار وهم بيلبسوا عشان يروحوا العيد ميلاد. بص كده يا شقيق على المشهد ده. طبعا مع مزيكة هشام نزيه. ده مش منظر ناس راحة حفلة عيد ميلاد لطفلة، ده شكل قنبلة موقوتة هتنفجر في وش أصحابها في أي لحظة. اقف بقى هنا عند لحظة الانفجار دي وتعالى نروح بالزمن لسنة 2016 لما المخرج هادي الباجوري بيحول رواية هبتة للكاتب محمد صادق لفيلم سينمائي، فيلم اسمه هبتة المحاضرة الأخيرة. بداية عالم هبتة 2016 عكس بداية عالم سهر الليالي 2003. يعني انت في هبتة مثلا بتشوف كل الأبطال متشتتين وضايعين ومش مفهومين لنفسهم أصلا، لدرجة ان أول مشهد بيظهر فيه عمرو يوسف انه بيحاول ينتحر، أحمد مالك بيظهر قاعد في المستشفى وحيد، أحمد داوود في أوضة لوحده بيرسم، الطفل شادي قاعد على كرسي لوحده، وقيس ده برضه على العنصر النسائي. يعني جميل عوض قاعدة لوحدها في أوضتها، دينا الشربيني قاعدة لوحدها في أوضتها، ياسمين رئيس كانت لوحدها لكن مش في أوضتها. وكأن
الوحدة يا شقيق كانت هي المود العام المسيطر على مجتمعنا في 2016 وما زالت والله. المهم خلينا في موضوعنا. كمية التشتت والوحدة دي يا شقيق كانت محتاجة راوي زي ماجد الكدواني يلمها لك، لكن ماجد الكدواني هنا مش الراوي بالشكل المتعارف عليه، بالعكس ده هنا الراوي واحد من أصحاب الحكاية زيك بالظبط، ويمكن زيي وزي أي حد هيمر بمراحل الحب السبعة. في هبتة انت مش بتشوف علاقات مستمرة وشد وجذب ما بينهم، لا انت هنا بتشوف معاناتك في تكوين علاقة حب، معاناة بتتعرف فيها على جزء منك في كل علاقة منهم. الفكرة كلها ان لغة الحب هنا في 2016 تحسها بقت اصعب قوي من 2003، بل اكثر تعقيدا. مع العلم انت في 2003 في سهر الليالي انت بتشوف علاقات ما بين ناس متجوزين، وده كان السائد في هذا الزمن، بس المفروض يعني بالمنطق ان اللي يكون اعقد المتجوزين. لكن انت في 2016 كل العلاقات ما بين ناس مش متجوزين، اتنين لسه بيتعرفوا على بعض وبيكتشفوا بعض وبعدين يحبوا بعض وبعدين يبقوا يتجوزوا على مهلهم. وطبعا لحظة الجواز دي ما حصلتش غير في علاقتين بس، وده ليه أسبابه هنعرفها قدام. لكن احنا هنا لازم نسأل نفسنا سؤال، ليه لغة الحب هنا معقدة؟ ليه حتى لغة السرد عشان أنا وإنت نفهمها لازم ماجد الكدواني يشرحها لنا، لازم صوته يكون مسموع لينا في كل علاقة، وكأن سبب وجوده طول الوقت هو إن يكون صوته مرشد لعلاقاتنا إحنا مش علاقات الفيلم. وعشان تفهم كلامي ده يا شقيق بص كده على علاقة عمرو يوسف وياسمين رئيس، أو يوسف ورؤى زي اسمهم في الفيلم. الاتنين دول اتعرفوا على بعض وكل واحد فيهم بيحاول يرمي نفسه من فوق السطح. طب ليه التعقيد ده يا اسطى؟ ده ولا في الروايات، الفيلم أصله رواية يا شقيق. عندك علاقة رامي وعلا، يعني ايه علا تبقى مخطوبة فرامي يشوفها فيرسمها قدام خطيبها ويكتب لها رقمه في ظهر المنديل؟ انت كده بتحط علا في موقف مزري وسيء واختبار لكل حاجة فيها. لكن في النهاية علا بتودي مع رامي بعد كده زي ما هنشوف قدام. كريم مثلا بيكون وحيد وابوه وامه ميتين وعنده مشكلة في عموده الفقري وبيعمل عملية خطرة جدا في عموده الفقري، وكل ده كريم اصلا عنده 17 سنة وبيحب بنت في سنه اسمها دينا عندها 17 سنة. ليه قصة الحب تبقى صعبة قوي كده؟ ليه اساسا اصحابها يكونوا عندهم كم المشاكل والعقد دي؟ ده حتى قصة الطفل شادي يا شقيق اللي هو شاهد طول الوقت على خناقات ابوه وامه، لكن انت بتشوف في شادي حب الطفولة والبراءة لمروة، اول حب في حياته. لكن ليه طفل زي شادي يشوف ازمات كندا علوش وهاني عادل بالطريقة دي؟ لما فكرت شوية يا شقيق سألت نفسي، هل احنا محتاجين عقد الشخصيات دي وظروفها الصعبة ومشاكلهم النفسية وإحساسهم الدائم بالوحدة عشان بس نفهم في الآخر إن المرحلة السابعة اللي هي هبتة إن الحياة حلوة ولازم نعيشها؟ ونسمع أستاذ ماجد الكدواني وهو بيكلمك عن قيمة رقم 7 وعن لحظات الحب الصادقة اللي تساوي الدنيا وما فيها. تفتكر يا شقيق كل المعاني والمشاعر دي كانت محتاجة كل التعقيد والمعاناة اللي عاشوها الشخصيات دي عشان توصل لنا إحنا كمتفرجين عشان بس نحس بيها، ولا في سبب تاني؟ تعال نقف هنا ونرجع ل 2003 عند القنبلة الموقوتة، القنبلة اللي لما بتنفجر بتقول كل حاجة ما ينفعش تتقال وبتحرق أي حاجة قدامها وتحولها لرماد. لكن الغريب هنا بقى يا شقيق رغم صعوبة الموقف اللي فيه الشخصيات دي، إنما الأسلوب في التعبير كان سهل جدا. المشاعر طالعة كلها بشكل واضح وسلس. يعني عندك مثلا منى زكي وهي بتواجه فتحي عبد الوهاب، انت هتسمع جمل واضحة وصريحة وبسيطة وتحسها حقيقية، جملة انت ذات نفسك ممكن تقولها. اسمع كده. تقوليش انا اللي اقولك عرفت كام واحدة عليا، نمت مع كام واحدة غيري، اسمائهم والتواريخ من ساعة ما اتجوزنا. بعدها بشوية هتسمع فتحي عبد الوهاب بيقول لها جملة زي مفيش كرامة ما بين اتنين بيحبوا بعض، ونفس الكلام في علاقة أحمد حلمي وحنان ترك. انت هنا بتشوفه بيقول لها وش مش ده علي اللي سابك عشان خاطر عرفته، وانا اللي كنت صاحبه خسرته واخترتك انتي. وهي بترد عليه تقول له تصدق ما كنتش اعرف ان انا زبالة قوي كده. لكن بعدها بتبدأ جلد فيه وبتقول له وانك عظيم قوي كده، ضحيت بصاحب عمرك بس عشان بتحبني، مش عشان تركب عربية آخر موديل
ولا تقبض مرتب ما كنتش تحلم بربعه، ولا تدخل في شقة. لحد ما بتدخل على بيت علي ابن الناس الكويسين. مشيرة أول ما بتشوف علي بترزعها في وشه. علي الطلاق ده هيريحك أكتر ما هيريحك. مشيرة الطلاق ده كلمة ما اتقالتش في عيلتنا قبل كده. وعشان علي يأكد انهيار علاقته بمشيرة بيسألها السؤال ده. والإحساس بالرفض ده من ناحية كل الرجالة ولا من ناحيتي أنا بس؟ من ناحيتي أنا بس. طبعا يا شقيق انت هنا شايف كوارث طبيعية، شايف بيوت بتنهار وقصص حب بعد ما كانت ناجحة بالجواز هتفشل فشل ذريع بالطلاق. لكن يا شقيق انت شايف علاقات طبيعية، شايف مشاكل بتحصل في أي بيت وبين أي اتنين متجوزين. لكن في هبتة 2016 الموضوع مختلف تماما. انت في هبتة بتشوف مراحل للحب، مراحل ازاي تحب اصلا، زي البداية والجنون والحلم والوعد والحقيقة والمقاومة وهبتة. وكأن الحب صعوبته بقت نفسية اكتر من صعوبة صفات اتنين مختلفين عن بعض. تخيل كل المراحل دي بس عشان تشوف فيلم بيكلمك عن علاقات عاطفية، مع ان سهر الليالي بيكلمك عن علاقات عاطفية برضه. واقول لك على حاجة، في من ال7 مراحل بتوع هبتة لكن مش بالتعقيد ده شقيق. يعني الجنون في هبتة مثلا ان يوسف ورؤى يحضنوا بعض اول ما يشوفوا بعض وهم ما يعرفوش بعض. وطبعا عشان صناع الفيلم عارفين انهم هيتحطوا في وضع الاحكام والاسئله بيجيبوا محمد فراج يعمل المشهد ده، لكن مش بالدرجه دي يا اسطى. برضه منى زكي عارفه بخيانه فتحي عبد الوهاب ليها من وهم في ثانوي وبرضه اتجوزته. ده مش جنون، ممكن يبقى ضعف ايا كان هتسميه ايه، لكن في النهايه في شيء غير عقلاني. عندك رامي وعلا في مرحله الحقيقه مثلا، مجدي الكدواني بيشرح لك التطبيع وقد ايه مهم ما تغيرش الشخص اللي انت بتحبه وتخلق منه صوره تانية غير اللي عرفته بيها. يعني رامي فنان وبيكره الروتين، علا خلته يبقى بيشتغل وعنده وظيفه ومسؤوليه. طب ما في 2003 فرح مسكت عمرو تغيير في كل حاجه لدرجه انها عايرته بكل حاجه عملتها معاه في الاخر، بس من غير اللفه اللي احنا لفيناها في هبته. ده حتى علا لما سابت احمد العشري في اول الفيلم وراحت لرامي كان لازم رامي يرسمها ويعمل افلامانات ويلعب معاه لعبه ال10 حاجات اللي يعرفها عنها. طب ما في 2003 احمد حلمي اتجوز فرح اللي كانت حبيبه صاحب عمره عادي جدا وقال لها خسرته واخترتك انت. تحس يا شقيق ان حتى قله الاصل كانت اسهل في 2003 عن 2016. لما تيجي تبص على الباك هيستوري بتاع شخصيات فيلم هبتة يا شقيق اللي هم شخص واحد بالمناسبة، او بمعنى اصح صناع الفيلم خلوك تحس ان هم شخص واحد، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. هتلاقي تاريخهم كله صعب اي انسان عادي يمر بيه، وبالتأكيد ما حصلش لأغلبنا ولا حتى لمعظمنا. عندك مثلا عمرو يوسف بنته اسمها رؤى وبتموت بعد ما اتولدت بكام دقيقة. رؤى حبيبة عمرو يوسف اللي اسمها على اسم بنته بالصدفة برضه حبيبها أيام الجامعة اغتصبها. كريم حكيت لك حكايته، أبوه وأمه ماتوا وهو صغير. حتى الطفل شادي أمه اللي هي كندا علوش بتنتحر. علا بتحاول تنتحر زمان. أحمد داوود أمه انتحرت زمان وأبوه مات بعدها في حادثة، ولما هيخلف واد هيكون عاوز يسميه عبد الحميد على اسم عبد الحميد اللي كان مع أحمد مالك في المستشفى. كل اللفة دي يا شقيق والصعوبة والتعقيدات اللي عمالة تتركب في الشخصيات دي مش عشان في الآخر تقول زي الكابتن ده ما قال. يعني الأربعة طلعوا واحد خالص. الفيلم ده لو في لمحة عبقرية فعلا مش انه بيحكي لك عن 4 قصص وتكتشف في الاخر انهم قصة واحدة، او ان ال4 بني ادمين هم بني ادم واحد. ابدا، صناع الفيلم ده يا شقيق حكوا عنك انت في 4 مراحل عمرية مختلفة. يعني حكوا عنك وانت في سن شادي كنت بتحب ازاي، وانت في سن كريم كنت بتحب ازاي، وانت في سن يوسف ورامي كنت بتحب ازاي. وعشان خاطر كده انت بتشوف يوسف ورامي بس هما اللي بيتجوزوا، انما المراحل العمرية التانية بتنتهي عند فترة معينة وانت ما بتعرفش ايه اللي حصل بعد كده. وعشان خاطر كده ماجد الكدواني هيرد على الشاب ده ويقول له: حد فيكم لما بيفتكر نفسه زمان بيلاقي نفسه لسه زي ما هو؟ بيفكر بنفس الطريقة اللي كان بيفكر بيها من 15 سنة؟ صدقوني لو كل واحد افتكر اللي مر بيه في عمره
هيكتشف انه بيشوف بني ادمين غير بعض. لما ترجع لسنة 2003 بقى يا شقيق هتلاقي إن العالم كان أسهل بكتير. الأربع أبطال اللي هم برضو 4 زي عدد أبطال فيلم هيبتا سبحان الله راحوا اسكندرية نفسوا عن نفسهم شوية وفضفضوا لبعض بكلمتين وخلاص كل واحد فيهم وحشته مراته بعد ما كانش طايقها ورموا ورق الكوتشينة وقال لك يلا نرجع مصر. وهي دي بساطة 2003. عارف تعقيد 2016 كان فين يا شقيق؟ هتعرف الإجابة في 2003 برضه، لكن المرة دي على لسان سامح. لما خالد بيقول له اوعى تتجوز بلا جواز بلا هم، يقوم سامح يتحفك بالمشهد ده. بس انت في الاخر بترجع البيت تلاقي مراتك مستنياك وبنتك بتتنطط حواليك وتقول بابا جه بابا جه. ضحكتها تشرح قلبك. ونس يا معلم، وناس بتحبك برضه ومستنياك. تتخانق بقى تتصالح، خناقه كبيره خناقه صغيره مش مهم، كله في الاخر بيتحل. المهم انك ما تبقاش لوحدك. خدت بالك من جملة إن المهم في الآخر ما تبقاش لوحدك؟ الوحدة يا شقيق اللي كان كل أبطال هيبتا في 2016 بيعانوا منها، للدرجة اللي خلتك تشوف عالم كئيب طول الوقت، عالم تايه ومتردد زي سامح وإناس في 2003، الوحيدين اللي ما كانوش متجوزين ومقضيينها صحوبية، عشرة حرام في حرام. لكن بالرغم من ده كله سامح كان حاسس بالوحدة وتعبان منها. حتى إيناس المرأة الاندبندنت اللي عندها طموح ونجاح وكبرياء قررت تتنازل عن كل ده كأنثى وتترجى سامح إنه يتجوزها عشان بس نفسها تبقى أم وخايفة برضه من الوحدة. صعوبة لغة التعبير عن الحب والمشاعر يا شقيق في هيبتا 2016 مش عيب في الفيلم أو ضعف من صناعه، بالعكس انت حبيت الفيلم كده وعجبك كده لما شفته زمان. وسهولة لغة التعبير عن الحب والمشاعر في سهر الليالي 2003 مش عيب ولا ضعف حتى من صناعه، انت برضه حبيت الفيلم كده لما شفته. وتقريبا كده الفيلمين عجبوك وقت ما شفتهم لأنهم كانوا انعكاس واضح وصريح لمشاعرك ولغتك انت في التعبير عن حبك ومشاعرك. لكن السؤال هنا بقى يا شقيق، هل صعوبة لغة الحب أو سهولتها في الفيلمين لها علاقة بالفترة الزمنية وفرق الأجيال؟ وهل إحنا فعلا بنحب زي الأفلام والروايات، ولا كل واحد فينا ليه لغته الخاصة في حبه مع شريكه؟ وهل فعلا إحنا محتاجين نحب زي قصص الحب والأفلام، ولا إحنا مجرد أسيرين لمشاهدة قصص العشق والغرام؟ وهل برضو كلامنا عن الحب وفهمنا ليه بيتغير من زمن لزمن ومن جيل لجيل؟ يعني لما تبص على نهاية الفيلمين هتلاقي إن في سهر الليالي بعد كل الدعك العاطفي اللي حصل ده وممارسة العنف الرومانسي بجدارة، هتلاقي الفيلم بيقفلك قفلة أفراح مصر كلها بتقفل بيها لحد النهاردة. وعلى الرغم إن صناع الفيلم أكدوا لك إن مفيش حد من الأبطال دي اتغير والمشاكل ما خلصتش ولسه هيتخانقوا تاني وتالت. لكن في هيبتا بقى انت عمرو يوسف بيموت واحمد داوود بيطلق دينا الشربيني، وبدل ما تخرج من الفيلم تراجع مشاعرك العاطفيه اللي اتهانت طول مراحلك العمريه، لا انت بتخرج من الفيلم بتسال نفسك هو ماجد الكدواني كان الواد الصغير ولا مين فيهم؟ في النهايه يا شقيق مع احترامي لكل قصص العشق والغرام اللي انت وقعت فيها وكلنا وقعنا فيها، فأحب أقولك إن الجواز هو الحل. لا تقول لي بقى 7 مراحل ولا نيلة، 7 مراحل إيه؟ ده أنت عديت ب200 مرحلة على رأي الشاب مروان موسى. لكن تفتكر بقى يا شقيق في الحقيقة إحنا أصلاً محتاجين لكل التفاصيل اللي شفناها في الفيلمين دول عشان نوصل للحب أو نوصل للشريك اللي هنحبه؟ ولا كل ده كلام أفلام وجواز الصالونات مفيش أحسن منه؟ وهل فعلا بقى ينفع يكون في جواز صالونات زي بتاع زمان بمعايير زماننا دلوقتي، معايير جيلنا اللي تايه في زحمة الريلز والحياة ومش عارف أصلا مدى حقيقة اللي بيعيشه؟ جيل اتعددت معاه المشاعر ومسمياتها وتنوعت معاه الأفكار وسرعة طرحها، جيل لغة الحب بتاعته بكل أسف بقى يعرفها من الخوارزميات. السوشيال ميديا يا شقيق خلتنا نعرف نعمل ماتش، نعرف نفتح كلام،
نعرف نختفي ونعرف نريبليس بعض بسرعة، لكن ما بقيناش نعرف نستحمل بعض. ويمكن عشان كده الخوارزميات عرفتنا ازاي نلاقي بعض، لكن عمرها ما علمتنا ازاي نستحمل بعض. وعشان كده برضو الحب في زماننا بقى معقد، مش لان المشاعر اتغيرت، لكن لاننا بقينا خايفين منها، خايفين نتعلق وخايفين نتجرح، خايفين نبقى لوحدنا وخايفين برضو نقرب من حد. سلام يا شقيق.